السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا، وفيديو على السريع كده يا جماعة. في حاجة بتظهر كده في الحمام زي مرض، ماشي، والناس بتتصرف معاه غلط. فاحنا ظهر عندنا الحمد لله حالة، فحبينا نعمل بيها فيديو ونوضح للناس. بصوا يا جماعة، ماشي، بصوا يا جماعة، بصوا كتف النتاية، نكتفه كده مع بعض نشوف ده ايه. هنكتفه مع بعض اهو، كتفه وارم اهو قدامكم، الجناح اهو، تمام، وارم اهو، اهو، تمام اهو، نكتفناه خالص اهو. شوف ده ايه. ناس كتير جدا بتتصرف معاه غلط اهو. ده مرض التهاب المفاصل، لان لقيت بقى اكتر من حد جواه كبار، اول ما بيلاقوا حاجه زي كده يروح جاي ماسكها كده وفاتح عليها، ويقول لك ايه، هات مشرط او قطر وفضي ده كيس دهن، فضي. جناح الطير بيبوظ، جناح الطير بيبوظ فعلا، وممكن يعمل مده وممكن خلاص ما بقاش يتشل. طب ده العلاج بتاعه ايه يا ابو هاجر؟ ده التهاب مفاصل اهو، نفطر الجناح اهو. العلاج بتاعه ايه؟ مضاد حيوي لمده 5 ايام، بنفلور او كوليبريم، ماشي، مرتين في اليوم لمده 5 ايام، بعد كده يوم خميره، بعد كده نكرر كمان 5 ايام. عملت كده وما خفش، ابتديت الجرعه بتاعته، سيبه هياخد وقته وهيخف لوحده. تمام كده يا فندم، هياخد وقته وهيخف لوحده اهو. التهاب المفاصل، تمام، بيجي في الرجل وبيجي في الجناح اهو، ظاهر قدامكم اهو يا جماعه. ده كان فيديو النهارده، جناح الطير وورم اهو، ماشي، واضحه يا جماعه، واضحه تمام كده. شكرا جدا لحسن المتابعه والمشاهده. لو عايز تستخدم حاجه بشري يبقى كلافي موكس بشري، او سيفو تاكس حقن، برضه 5 ايام، بعد كده يوم خميره، وبعد كده يوم تكرر كمان 5 ايام، وبعد كده يوم خميره، يعني 5 خميره 5 خميره كده. خد الجرعه بتاعته، ما تديش تاني، وهو هيخف مع مرور الوقت. المرض ده بيطول شويه والطير بيشتغل عادي يا جماعه. شكرا جدا لحسن المتابعه، السلام عليكم.